الأخبار الموجزة ليوم الأربعاء. قال وزير داخلية الملا سراج الدين حقاني في اجتماع في مقاطعة طخار: قاتلوا الأفغان ضد الإنجليز وهزموا الروس، ولكن بعد هذين الجهادين والتضحيات جاءت الحكومة التي كان لا يريدها الشعب الأفغاني. أما هذه المرة نجح الجهاد ضد الأمريكيين وجاء النظام الإسلامي وطبقت الشريعة. تم توقيع اتفاقية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم لغرض توزيع الشهادات عبر الخدمات البريدية في العاصمة كابول. صرحت وزارة الخارجية تم تسليم 180 أسيرا أفغانيا محكوما عليهم بالسجن إلى الإمارة الإسلامية في ميناء إسلام قلعة بمقاطعة هرات، وفقا للاتفاقية المبرمة بين الإمارة الإسلامية والجمهورية الإيرانية. وأضاف الوزارة أنه تم الإفراج عن 1131 أفغانيا من سجون مختلفة في إيران وتم نقلهم إلى بلادهم. صرحت الإدارة الوطنية للغذاء والدواء: تم عرض المنتجات الصيدلانية الأفغانية لأول مرة بالتعاون مع الإدارة الوطنية للغذاء والدواء وجمعية الإنتاج المحلي للأدوية والمنتجات الصحية. وصل مستوى الخشخاش والحشيش إلى ذروته خلال الإدارة السابقة، ولكن مع وصول الإمارة الإسلامية إلى الحكم انخفض مستوى زراعة الخشخاش والحشيش إلى الصفر، وقام المزارعون بزراعة القمح وبدأت الخضروات في النمو. تم إرجاع 7 ناقلات نفط منخفض الجودة إلى إيران في ميناء فرا من قبل وكالة المعايير الوطنية. جمعت دائرة الإحصاء والمعلومات في مقاطعة بنشير 3,500,000 أفغاني من توزيع ما يقرب من 5,000 بطاقة هوية إلكترونية وأكثر من 5,000 بطاقة هوية ورقية في العام الماضي 1401 هجري شمسي، وسلمتها إلى خزينة الدولة.